السلام عليكم. اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. كلمتين كده في السريع. بص يا صاحبي، انا عارف قد ايه تعبت وقد ايه حاولت وقد ايه حاجات كتير ما كانتش بايدك، لكن صدقني مفيش تعب عند ربنا بيروح، ومفيش سعي باخلاص بيضيع. يمكن كنت فاكر ان المكافأة هتيجي فلوس، لكن ربنا كرم ناس كتير بحاجات اغلى من الفلوس. واحد رزقه راحة بال، وواحد رزقه صحة، وواحد حب الناس ليه اكبر رزق، وواحد دعوة من أمه كانت سبب في فتح أبواب الدنيا كلها ليه، وواحد رزقه رضا يخليه يحمد ربنا كل يوم. اوعى تقيس رزقك بجيبك بس، لأن في ناس معاها فلوس كتير لكنها محرومة من أبسط نعمة، وهي إنها تنام مطمنة. اعمل اللي عليك واسعى بقلب مطمن، وسيب الباقي على ربنا، لأن ربنا وعد بالسعي. ما وعدش إن كل الأمنيات تيجي بالطريقة اللي احنا رسمناها، لكنه وعد إن العدل عنده كامل، وإن الخير هيجيلك في وقته بالشكل اللي ينفعك أنت. وافتكر دايما، يمكن الحاجة اللي زعلت إنك ما خدتهاش النهاردة هي نفسها اللي منعها كان رحمة ليك. وفي الآخر النجاح الحقيقي مش إنك توصل لكل اللي نفسك فيه، النجاح الحقيقي إنك تقف قدام ربنا وتقول يا رب أنا سعيت، وساعتها هتعرف إن أجمل المكافآت كانت بتتكتب لك حتى وإنت فاكر إنك لسه مستنيها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. احنا علينا السعي، وربنا عليه اختيار الحاجة الكويسة لينا. ومش معنى كده ان الفلوس مش رزق، بس الفلوس صدقني أدنى درجات الرزق. اسعى وربنا هيديك اللي انت محتاجه واللي يناسبك. كل جمعة وانتم طيبين، ربنا يرزقنا ويرزقكم السعي، ويسعدنا ويسعدكم ويسعد جميع المسلمين. السلام عليكم.